عدى ليو عدى، لكن الكرة ما مرت بالسلامة. ليو ميسي يعاني من إصابة بعد تدخل دفاعي لاس بالماس. شمس برشلونة مشرقة في الكامب نو، لكن شمس البلاوغرانا لابد أن تكون مشرقة في الليغا وأن تكون في مكانها الطبيعي في قمة الترتيب. إصابة لليو، إصابة لميسي. طبعا هفوة غفلة من المدافعين أمام المهاجمين الجيدين عندهم إمكانيات، فإنها ستكون بمشكلة كبيرة. ما بالك غفلة، هفوة، سمها ما شئت أمام الليو. سيكون العقاب قاسيا بعد ذلك. إصابة لميسي، طبعا لا أحد يتمنى بالتأكيد إصابة ميسي، لا من جانب إنريكي، لا من جانب جماهير برشلونة، لا من جانب عشاق كرة القدم، ولا من جانبي على المستوى الشخصي، لأن ميسي يقدم لي في كل أسبوع متعة. ميسي يقدم لي في كل أسبوع أداء ساحرا، أداء ممتعا، يجعلني أضع قدم على أخرى واستمتع بكرة قدم، ويجعلني أريد أن أشاهد أكثر من ميسي في الملاعب لكي أرى الجانب الجميل من كرة القدم ولكي أستمتع بالساحرة المستديرة التي قضى عليها الكثير من التكتيكات الصعبة. ليو هنا عدى، ولكن دفاع لاس تدخل. طبعا من نوعية اللاعبين اللي تتمنى مشاهدتهم في الملاعب باستمرار، مثل الكثير من النجوم حول العالم. الكرة فيها تغطية من جانب دفاع لاس، لكنه مرك الزئبق وضاعت الكرة بعد ذلك بتألق خافي فاراس. المحاولة الأولى بعد 5 دقائق، البحث عن هدف. ميسي يعاني من إصابة، لعلها واحدة من أكثر الأوقات صعوبة على مشجعي برشلونة، لأن ميسي مصاب. هذا يعني أن جسد برشلونة تلقى ضربة قوية. إصابة ميسي يعني جسد برشلونة تلقى ضربة قوية. ميسي يعاني، ميسي يصاب وسيخرج مع الدقيقة 8 من أحداث اللقاء. هذا الأمر يجعل الكثير من القلق على هذا الرجل، على ذلك الرجل، على كل هؤلاء المشجعين، لأنهم يعرفون قيمة ومكانة ليونيل ميسي ولا يريدون مزيد من المعاناة لبرشلونة. إصابة لميسي، إصابة لميسي بعد هذا التدخل الذي كان عليه في الكرة الماضية من دفاع لاس بالماس. هذه اللقطة مرة أخرى، الاحتكاك كان مع داني كاستيانو، وبعد ذلك يتلقى ميسي الإصابة، يخرج مصابا بعد 9 دقائق من بداية اللقاء. إصابة ليونيل، كيف سيكون وقعها على